بسم الله حبايبي طلاب اولى ثانوي دفعه البكالوريا دفعه وش القفص. اهلا بيكم معانا في جزء جديد وفي حصه جديده. اتكلمنا المره اللي فاتت عن ايه حضرتك؟ المره اللي فاتت دخلنا في تاني درس عندنا في الوحده الثانيه، كان بيكلمني عن الحياه الاقتصاديه. لما جيت كلمتك الحصه اللي فاتت عن الحياه الاقتصاديه في مصر القديمه، اتفقنا اللي كان عندي 3 انشطه اقتصاديه. قلت لك ان المصري القديم كان عنده زراعه، كان عنده صناعه، كان عنده تجاره. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الزراعه. اتكلمنا ايه عن الزراعه؟ قلت لك كان السبب الرئيسي في وجود الزراعه هو وجود نهر النيل. بسبب اللي عندنا نهر النيل قامت حرفه الزراعه. اتكلمنا عن الحبوب الزراعيه، اتكلمنا عن الملكيه الزراعيه، اتكلمنا عن تربيه الحيوانات والصيد، واخر حاجه اتكلمنا عن دور الدوله. طيب النهارده هنتكلموا مع بعض عن ايه؟ قال لك هنكملوا مع بعض الحياه الاقتصاديه. عايز اتكلم عن حاجتين، عايز اتكلم عن الصناعه، عايز اتكلم عن التجاره. طيب يلا بينا كده نبدا نسمي الله وناخد الصناعه في مصر القديم. المصر القديمه لما تيجي حضرتك تكلمني عن الصناعه عايز تكلمني عن كام حاجه جوه الصناعه يا عم؟ قال لك عشان اكلمك عن الصناعه فانا محتاج اكلم حضرتك عن 3 حاجات بالظبط. ايه ال3 حاجات اللي انت محتاج تكلمني عليهم؟ لو هكلمك عن الصناعه فانا محتاج اكلمك عن الصانع. الصنع ذات نفسه عامل ازاي؟ عايز تكلمني عن الصناعه فلازم تكلمني عن الصناعات. ايه الصناعات اللي كانت موجوده عند حضرتك؟ عايز تكلمني عن الصناعه فحضرتك محتاج تكلمني عن دور الدوله. اذا انا عشان اكلم حضرتك عن الصناعه محتاج اكلمك عن 3 حاجات: صانع، صناعات، دور دوله. الصانع والصناعات ودور الدوله. طيب اجي اسالك سؤال، هو احنا ليه عندنا صناعه؟ احنا عارفين من الحصه اللي فاتت احنا عندنا صناعه في مصر بسبب وجود الثروات المعدنيه. عندك معادن، عندك صخور، عندك احجار، عشان كده قامت عندك حرفه الصناعه. طيب يلا كده نبص مع بعضينا. لما تيجي تقول لي ايه؟ انت قلت لي الصناعه 3 حاجات: صانع، صناعات، دور الدوله. لما اجي اكلمك عن الصانع يعني اللي هو الحرفي اللي هو العامل، هكلمك فيه عن كام حاجه؟ بقول له 3 كلمات. بقول له الصانع دوت يرث. بعد ما يرث هقول له حر. بعد ما اقول له حر هقول له اتقان. يبقى تعالى كده الصانع اقول له ايه؟ يرث حر اتقان، يرث حر اتقان. ده الصانع يرث حر اتقان. طب الصناعات اللي موجوده عندك، قال لك عندك 8 صناعات. ايه ال8 صناعات اللي موجودين يا عم؟ قال لك يلا بينا. من اقدم الصناعات اللي موجوده عندك هي الصناعات الحجريه اللي هي معتمده على الحجاره، يبقى الحجريه. قال لك 2 الصناعات الفخاريه اللي معتمده على الفخار اللي هو الطمي، يبقى صناعات حجريه فخاريه. عندك ايه تاني؟ قال لك الصناعات الزجاجيه اللي هي صناعه الزجاج. طيب بعد الزجاجيه قال لك عندك معدنيه اللي هي المعادن بتاعت حضرتك، يبقى حجريه فخاريه زجاجيه معدنيه. قال لك في صناعات قائمه على الخشب، يبقى الخشبيه اللي انا بستخدم فيها الخشب. قال لك عندك نبات كنا واخدينه عندنا في الوحده الاولى اسمه نبات البرد، في صناعات قامت عليه، يبقى نباتات او نبات البردي. عندك صناعات تانية اسمها صناعات الغزل والنسيج. اخر صناعه موجوده هي الصناعات الجلديه اللي هي الجلود عند حضرتك. يبقى انا الصناعات عندي 8 صناعات المفروض ابقى عارفهم. صناعات ايه؟ قال لك حجريه فخاريه. 2 قال لك زجاجيه معدنيه، يبقى حجريه فخاريه زجاجيه معدنيه. خشبيه نبات بردي. اخر حاجه غزل ونسيج جلود. ادي 8 صناعات. يبقى انا لما بكلمك عن الصناعه في العموم بكلمك عن 3 حاجات: الصانع، الصناعات، بكلمك عن دور الدوله. لو بكلمك عن الصانع فانا بقول لك 3 كلمات: يرث حر اتقان. لما بكلمك عن الصناعات بقول لك عندي 8 صناعات: حجريه فخاريه زجاجيه معدنيه خشبيه نبات بردي غزل ونسيج جلديه. طيب تعالى كده نشوف بقى ايه الكلام اللي احنا قلناه على السبوره ده. لما اجي اكلم حضرتك اول حاجه بكلمك عليها وهي الصانع. الصانع في مصر القديم كان عامل ازاي؟ قال لك والله الصانع ده اللي هو الانسان الحرفي كان بيرث الحرف عن ابيه او جده. يعني هو بيورثها عن ابوه او جده، ولما بيتعلمها بيورثها لابنائه. يبقى هنا الصانع يرث الحرفه عن ابيه او جده ويورثها لابنائه. ايه ده؟ دي الحرفه ابا عن جد. شايف ما يقول لك لما بتروح لواحد كده يقول لك ايه؟ انا شغال الشغله دي ابا عن جد.
فتعرف ان الراجل دوت حرفي ممتاز مفيش منه اتنين. اذا هنا الصانع بيرث الحرفه عن ابيه او جده ويورثها لابنائه. اذا بقى عندك اتقان موجود في المهنه دي بسبب انها بتتوارث من جيل لاخر، فبيحصل فيها تطور. الراجل بيقول لابنه سر الصنعه وابنه بيقول لحفيده سر الصنعه، يبقى كده في اتقان مع الوقت. حلو. طب انا كراجل صانع اتورثت المهنه من ابويا او من جدي وورثتها لاحفادي، بس انا اصلا حر. يعني ممكن اشتغل حرفه ابويا وجدي وممكن اختار حرفه تانية. اذا انا عندي حريه، انا حر في اختيار المهنه، انا حر اختار المهنه اللي انا عايزها. يبقى الصانع يرث المهنه عن ابيه او جده يورثها لابنائه، اذا بتتوارث من جيل الى جيل فبيحصل فيها عمليه اتقان. اتنين، ان الصانع عندي حر بيختار المهنه اللي بيريدها. طب انا راجل حر اخترت مهنه ابويا وجدي فهم علموها لي وانا حبيت المهنه دي عشان كده انا اخترتها، فابتديت اوصل لمرحله من الاتقان والاعجاز. اتقان واعجاز، يعني ايه اتقان واعجاز؟ اتقان ده نوع من الجوده، انت متقن الحاجه اللي انت بتعملها يبقى انت بتعملها بجوده، وده دليل من دلائل التقدم اللي انت انسان متقدم. وصلت لمرحله من الاعجاز، يعني انت بتعمل حاجه ما حدش بيعرف يعملها يقول لك انت عامل لي معجزه. طب انت وصلت للاتقان والاعجاز ده ليه؟ لانك انت مع الوقت جدودك وجدود جدودك شغالين نفس المهنه وشغاله بتتوارث عبر الاجيال من جيل لجيل، فكل الناس اللي شغاله عرفت سر الماده الخام. تشوف انت شغال في ايه، فهم عرفوا السر بتاعها عشان كده قدروا يوصلوا عندي للاتقان والاعجاز. يبقى لما بكلمك عن الصانع بكلمك عن الصانع يرث الحرفه عن ابيه او جده، هو حر في اختيار المهنه التي يريدها، وصل لحد الاتقان والاعجاز. قلت لك الاتقان ده نوع من انواع الجوده والتقدم، لكن الاعجاز وصلت له ليه؟ بسبب معرفه سر الماده الخام. ادي عندك الصانع. طيب يلا بينا نخش في الصناعات. قلت لك الصناعات عندي 8 صناعات: حجريه، فخاريه، زجاجيه، معدنيه، خشبيه، عندي نبات بردي، غزل ونسيج، جلديه اللي هي الجلود. لما تيجي تبص عليهم كده، لما تيجي تكلمني عن الحجريه اللي هي معتمده عن الحجاره، ودي اقدم حرفه عرفها الانسان، لان هو كان ساكن في الكهوف كل حاجه حواليه حجر ما عندوش ماده خام تانية، فكان بياخد الحجر ده يصنع منه ايه؟ قال لك بيصنع منه اواني يعني الاطباق اللي انا باكل فيها. بيصنع منه الاواني، بيصنع منه التوابيت، بيصنع منه التماثيل. يبقى اواني، تماثيل، توابيت، اواني، تماثيل، توابيت. وديت اقدم صناعه. يبقى الصناعات الحجريه اقدم صناعه، اواني، توابيت، تماثيل. ادي عندك الحجريه. طيب يجي يكلم حضرتك عن الفخاريه. الفخار شبه القله، شبه الزير، شبه البرام. الفخار ده الماده ديت احنا عرفناها في الوحده الاولى. الماده ديت الفخار بتتعمل من حاجه اسمها الطميه. الطمي ده اللي انا بجيبه من نهر النيل، وليها اسم تاني اسمها الغرين. يبقى لما بيكلم حضرتك عن الصناعات الفخاريه بتصنع من الغرين اللي هو الطمي. طب الفخار ده بتصنع منه ايه؟ بردك نفس القصه، بصنع منه الاواني يعني الاطباق اللي انا باكل فيها، بصنع منه تماثيل، بصنع منه طوب. يبقى اواني، تماثيل، طوب، اواني، تماثيل، طوب. يبقى الحجريه اقدم الصناعات. بتصنع منها ايه؟ قال لك اواني، تماثيل، توابيت. طب عندي الفخاريه بعملها من الطمي اللي هو الغرين، بتصنع منها ايه؟ قال لك بصنع منها الاواني، بصنع منها التماثيل، بصنع منها الطوب. اذا انا بستخدمها في البناء. طيب خلي بالي بقى، انت بتقول الفخاريه دي من الطمي يعني من التربه اللي موجوده في نهر النيل، يبقى خلي بالك ان الفخاريه ديت معتمده على ايه؟ قال لك معتمده على التربه. طيب بعد عندك الفخاريه عندنا الزجاجيه اللي هي صناعه الزجاج. فبيقول لك ان مصر سبقت العالم باكمله في صناعه الزجاج. اول ناس عملوا زجاج احنا. ليه يا عم؟ قال لك بسبب انتشار الرمال البيضاء في الصحراء. الازاز ده بتعمله من رمله اسمها الرمله البيضاء، وانت عندك الله اكبر، عندك صحراء شرقيه، عندك صحراء غربيه، عندك صحراء شبه جزيره سيناء، عندك 3 صحراوات. يبقى انت عندك رمله بيضاء بالهبل. اذا انت انتشرت عندك صناعه الزجاج وسبقت العالم باكمله في صناعه الزجاج بسبب اللي انت عندك رمال بيضاء في الصحراء. طب جميل قوي. بص اقول لك ايه، رمله موجوده في الصحراء. يبقى دي برضو صناعات معتمده على ايه؟ معتمده على التربه. لو تبص كده انت هنا في اللي فاتت في الفخاريه قلت لي طلعت الطمي او الغرين، دي تربه ارض. قلت لك الزجاجيه من الرمله البيضاء، اذا دي برضو تربه.
يبقى لو قال لك الصناعات التي اعتمدت على تربة مصر، على تربة مصر عندي صناعتين: الصناعات الفخارية عشان الطمي، وتاني صناعة هي صناعة الزجاج عشان الرمال البيضاء. طيب يجي بعد كده الصناعات المعدنية. المعدنية كان في منها حاجتين: كان في منها صناعة الذهب، صناعات الذهب، وعندك صناعات الفضة. يبقى عندي ذهب عندي فضة، عندي ذهب عندي فضة. الذهب عملت منه حاجات ياما قوي، عملت منه الحلي الزينة، عملت منه اواني من ذهب، عملت توابيت من ذهب، سجان الملوك كانت من ذهب، اقنعة الملوك كانت من ذهب، واشهر حاجة عندك هو التابوت بتاع الملك توت عنخ امون وقناع الملك توت عنخ امون، كل دول كانوا مصنوعين من ذهب. اذا الذهب عندي كان ليه استخدامات ياما. عملت منه ايه؟ عملت منه حلي، اواني، توابيت، اقنعة، تيجان. المثال بتاعك تابوت الملك توت عنخ امون. طيب الفضة، قال لك والله الفضة كان استخدامها عندي محدود لانها كانتش منتشرة، يبقى الفضة استخدامها محدود. ادي عندك الصناعات المعدنية. طيب الصناعة اللي بعديها هي الصناعات الخشبية. ايه ده؟ الخشب. فواحد يجي يقول لي ايه؟ والله احنا في مصر اصلا ما كانش عندنا غابات، جبت الاخشاب دي منين؟ يبقى انا الاخشاب اللي قمت بيها بالصناعات هي ما كانتش موجوده عندي، ده انا اضطريت استوردها من الخارج. اذا الصناعات الخشبيه انا جبت اصلا الخشب ده من الخارج. ايه الخشب اللي جبته من الخارج؟ قال لك والله جبت خشب اسمه خشب الارز. الخشب دوت جبته من فينيقيا. وجبت خشب تاني اسمه الابانوس. خشب الابانوس دوت جبته منين؟ قال لك جبته من بلاد بونت وبلاد النوبه. يبقى انا اذا الخشب ما عنديش في مصر خشب، ده انا اضطريت استورده من بره. استوردت ايه من بره؟ قال لك خشب الارز من فينيقيا، الابانوس دوت من بلاد بونت وبلاد النوبه. طيب حضرتك لما جبت الخشب صنعت منه ايه؟ اول حاجه صنعت منه السفن. السفينه اللي بنزلها في البحر او بنزلها في النهر، يبقى انا واحد عملت سفن. اتنين عملت الاساس، يعني العفش بتاع البيت، يبقى عملت سفن، عملت اساس. عملت توابيت من الاخشاب، يبقى عملت سفن، عملت اساس، عملت توابيت من الاخشاب. عملت الابواب، البيبان اللي احنا عارفينها بتاعت البيوت. يبقى انت في مصر ما كانش عندك خشب، جبت خشب الارز من فينيقيا. جبت خشب الابانوس جبته منين؟ من بلاد النوبه وبلاد بونت. طب حضرتك استخدمت الاخشاب ديت في صناعه ايه؟ قال لك واحد صناعه السفن، صناعه الاساس، صناعه التوابيت، واخر حاجه صناعه الابواب. فخلي بالك من حاجه صغيره الله يرضى عليك، انت هنا بتقول لي في الخشب انت عملت منه توابيت. حلو. طب ما احنا في الحجريه عرفنا ان احنا الحجاره عملنا منها توابيت، الفخاريه عرفنا ان الفخار عملنا منه توابيت. ايه ده؟ والخشبيه عملنا منها توابيت. في المعدنيه الذهب عملنا توابيت من ذهب شبه توت عنخ امون التابوت بتاعه. اذا التوابيت اتصنعت من اكثر من ماده خام. يبقى لو يقول لك منتج تم صناعته من اكثر من ماده خام، مين هو؟ تقول لي التوابيت اتعمل من حاجات ياما قوي. كذلك مين؟ كذلك الاواني. اخدنا ان في اواني اتعملت من حجر، اخدنا اللي في اواني اتعملت من الفخار، اخدنا اللي في اواني اتعملت من الذهب. يبقى برضو الاواني كانت معموله من اكثر من ماده خام. طب خلي بالي من حاجه تانية، ان اكتر حاجه صنعتها وكانت اكثر استخداما في المجال اليومي، يعني طول ما انت موجود في اليوم انت بتستخدمها، كانت الاواني. يبقى اكتر حاجه انا بستخدمها هي الاواني. طيب كده انا خلصت لك الخشبيه. نيجي نبات البردي. كلنا عارفين نبات البردي استخدمته في صناعه ايه؟ تقول لي صناعه الورق. ومش بس كده، دي مصر اولى الدول في العالم في صناعه الاوراق. مصر اول دوله في العالم صنعت الورق ده. جميل قوي. طب هل نبات البردي ما كنتش بتعمل منه حاجه خالص غير الورق؟ قال لك لا، كنت بعمل منه حاجات تانية. كنت بعمل منه المراكب الصغيره. بتعمل مركب صغيره كده خفيفه بتعملها بالورق بتاع نبات البردي. كنت بتعمل منه السله اللي بتشيل فيها الاكل. يبقى كنت بعمل منه مراكب صغيره، بعمل منه سلال، بعمل منه حبال، الحبل اللي انا بربط بيه. يبقى بعمل منه مراكب صغيره، بعمل منه سلال، بعمل منه حبال. كنت بعمل منه الحصيره اللي بتتفرش على الارض. اذا انت بتعمل حصر ومفروشات، اللي هو الحصير والمفروشات. واشهر استخدام ليه اللي هو صناعه الورق. ادي عند حضرتك اللي هو نبات البردي. وخلي بالي من حاجه، نبات البردي قلت لك مصر اولى الدول في صناعه ورق البردي. يبقى صناعه اوراق البردي دي تتميز بايه؟ لو ترجع للدرس اللي فات هتلاقيها تتميز بالايه؟ بالاصاله. ليه اصاله؟ لانها قامت بايادي وعقول ابنائها. احنا اللي عملناه واحنا اللي صدرناه واحنا اولى الدول. يبقى صناعه نبات البردي او اوراق نبات البردي دي تتميز بايه؟ بالاصاله. نفس بالظبط الصناعات الزجاجيه.
مش قلنا الزجاجيه ان مصر سبقت العالم في صناعه الزجاج؟ عملناه بالماده الخام بتاعتنا واحنا اللي عاملينه، يبقى برضو دي صناعه تتميز بالاصاله. ادي عندك نبات البردي. الغزل والنسيج، حضرتك جبت الخيوط بتاعتك منين؟ قال لك والله الخيوط بتاعت الغزل والنسيج دي انا جبتها من 3 حاجات. في الحصه اللي فاتت واحنا بنتكلموا على الزراعه قلنا اللي احنا بنزرعه نباتات ذات الياف زي مين؟ زي الكتان. يبقى انا الكتان بطلع منه الخيط بتاعي. عندك ايه تاني؟ في تربيه الحيوانات قلنا بناخده منهم اصواف. يبقى انا بجيب الخيط بتاعي منين؟ من الكتان ومن الاصواف. وعندك من الحرير. يبقى الخيط بتاع حضرتك بتجيبه منين؟ من 3 مناطق. بتجيبه من الكتان، بتجيبه من الاصواف، بتجيبه من حرير. طيب مين اللي بياخد الخيط؟ قال لك النساء. يبقى اللي كان شغال في الغزل والنسيج هم النساء. بياخدوا الخيط ده وبيشتغلوا على حاجتين، بيشتغلوا على المغازل الخشبيه، مغازل خشبيه، والمنوال. والمنوال دوت او النول دوت هو نفس اللي موجود دلوقتي عندنا في الريف. ادي عندك صناعه الغزل والنسيج. الجلديه كنا بناخده جلود الحيوانات. بتعمل ايه بجلود الحيوانات ديت؟ قال لك مصر من اشهر الدول اللي عندها دباغه. كنا عندنا مهاره عاليه قوي في الدباغه. فالدباغه اللي احنا بنعملوها ديت بنصنع منها ايه بقى؟ قال لك والله بتصنع منها الاحذيه، بتصنع منها المقاعد يعني الكراسي اللي احنا بنقعد عليها، بتصنع منها اراضي العربات، ارض العربيه اللي كانوا بيركبوها ديت كانوا بيصنعوها من الجلود، بتصنع منها قرب الميه. كنت بتلاقي بتاع كده شبه الشكاره بس معموله من جلد حيوانات وبغطى من فوق كده كانوا بيحطوها ميه اسمها قربة ميه. يبقى دي الصناعات الجلديه. يبقى انا خلي بالك كده قلت لك هتكلم عن الصناعه عن 3 حاجات: الصانع والصناعات ودور الدوله. قلت لك الصانع 3 كلمات: يرث، حر، اتقان. بيرث الحرفه عن ابيه او جده، يورثها لابنائه، اذا عنده اتقان على مدار الوقت. 2 قلت لك هو حر في اختيار الحرفه التي يريدها. 3 قلت لك وصل لحد الاتقان والاعجاز لانه عرف سر الماده الخام اللي هو بيستخدمها. قلت لك الصناعات كان عندي 8، قلنا حجريه، فخاريه، زجاجيه، معدنيه، خشبيه، نبات بردي، غزل ونسيج، جلديه، وكلمتك عليهم وهشرحهم لك تاني دلوقتي. طيب نيجي لدور الدوله. الدولة عملت ايه عشان يبقى عندك صناعة؟ مبدئيا كده قلت لك عشان يبقى عندك صناعة فانت لازم يبقى عندك ثروات معدنية. اذا اول حاجة الدولة لازم تعملها اللي هي تخرج لي المعادن دي، يعني بالعربي تعمل عملية تعدين. يبقى اول حاجة الدولة عملتها لي في دور الدولة هو استخراج المعادن اللي هي عملية التعدين. مش اللي هيروح يخرج المعادن دي ناس هعمل بعثة كده 10 تنفر 15 نفر 20 نفر اقول لهم روحوا طلعوا لي معادن. مش الناس دي لازم احميها. جميل قوي، يبقى انت خرجت المعادن، عملت عمليه التعدين وتوفير الحمايه وفرتها للبعثات اللي راح تطلع لك معادن. والناس اللي شغاله عندك لازم تديها حقها، تديها الاجور بتاعتهم. فبيقول لك في الفتره دي ان الملوك كانوا بيتفاخروا ان هم بيدوا الاجير حقه. لما واحد يجي يشتغل عندي انا بديله حقه، ما باكلش عليه حقه. فالملك كان فرحان اللي هو بيدي الناس دي حقوقهم، ما كانش بياكلها عليهم. بالاضافه الى رقم 4 انا بدي الصانع ده حقه، بس بتديله ايه؟ بتديله فلوس؟ قال لك لا. الناس دي لما كانت بتاخد حقوقها بتاخدها على شكل مخصصات عينيه. يعني ايه مخصصات عينيه؟ يعني انت كعامل شغال عندي هديك اكل، هديك شرب، هديك هدوم، هوفر لك سكن، هديك حبوب مثلا في ايدك اقول لك انت اشتغلت بدول، ما بدكش فلوس. فدي الحاجات اللي بوفرها لك اسمها مخصصات عينيه، شبه الاكل والشرب والهدوم، دي حاجات اسمها مخصصات عينيه. يبقى لو قلت لك دور الدوله عملت تعدين، وفرت الامن للبعثات، كان الملوك فخورين اللي هم بيدوا الاجير الحق بتاعه. اخر حاجه قلت لك ان الحقوق دي كانت على شكل مخصصات عينيه. تعال نبص كل اللي احنا شرحناه دوت من المذكره بتاعتنا عشان نبقى خلصنا الصناعه خالص قفلناها. يلا بينا تعال اكلمك عن الصناعه. قلت لك عندك صناعه ليه؟ عشان عندك الثروات المعدنيه شبه الاحجار والمعادن والاخشاب. طيب يلا بينا. قلت لك هتكلم عن 3 حاجات. اول حاجه الصانع. قلت لك الصانع كنت بعلمه ب3 حاجات، اللي هم ايه ال3 حاجات؟ قلت لك يرث، حر، اتقان. 1 قلت لك اهو يرث الحرفه عن ابيه او جده، يورثها لابنائه مما ساعد على اتقان هذه الحرفه. ليه؟ بسبب تطورها من جيل الى جيل. قلت لك الصانع حر بيختار الحرفه اللي هو عايزها. قال لك اهو له حق الصانع في مزاوله الحرفه التي يريدها. حضرتك بتختار اللي انت عايزه. فهل انت اخترت الحاجه دي بحب وعرفتها من ابوك وجدك فانت وصلت لمرحله اسمها مرحله الاتقان والاعجاز.
ليه يا عم اتقان واعجاز؟ لانك انت ابتديت تعرف مع مرور الزمن اسرار الماده الخام اللي بتستخدمها. لو قال لك ايه هو الاتقان؟ يعني الجوده، وهو احد ركائز التقدم. تعمل حاجه باتقان يعني بتعملها بجوده. طب خلي بالك بقى، هو كده الصانع المصري وصل لمرحله الاتقان ليه؟ هو فكر كده، هو وصل لمرحله الاتقان بسبب ان هو بيتوارثها عن ابيه او جده وبيورثها لعياله. يبقى بسبب توارث الاجيال، يعني بسبب الاوضاع الايه؟ تقول لي بسبب الاوضاع الاجتماعيه. يبقى الانسان دوت وصل لمرحله الاتقان لاسباب اجتماعيه، ان ابوه علمه المهنه وجده كان معلم ابوه وهو هيعلم عياله، يبقى دي اسباب اجتماعيه. ادي عندك الصانع. طيب قلت لك يلا بينا الصناعات اهو. قلنا الحجريه اقدم الصناعات. صناعه ايه؟ قال لك اهو علمناها اواني تماثيل توابيت. اواني تماثيل توابيت. مين الاكثر استخداما على مدار اليوم؟ قلنا الاواني. مين اللي اتعملت من اكثر من ماده خام؟ قلنا التوابيت. طيب تاني صناعه قلنا الفخاريه. قلنا الفخاريه اتعملت من ماده الطمي او ماده ثانيه اسمها الغرين. هم الطمي هي الغرين. صنعنا منهم ايه؟ نفس الحاجه، عملنا اواني وتماثيل وطوب. اواني وتماثيل وطوب. وقلت لك دي ارتبطت بالتربه مش بالماده الخام، التربه بتاعت الارض. طيب زيها زي مين ارتبطت بالتربه؟ قلنا شبه الصناعات الزجاجيه. عشان قلنا دي بتتعمل من الرمال البيضاء، يعني برضو دي ارتبطت بالتربه. طيب قلت لك ان مصر سبقت العالم في صناعه الزجاج بسبب اللي احنا عندنا رمله موجوده في الصحراء. يعني الصناعه دي قامت بايادي وعقول مصريين، والماده الخام اللي موجوده عندنا في مصر. يبقى اذا الزجاج يتميز الاصاله اللي احنا اخدناها الحصه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت. طيب يلا بينا الصناعات المعدنيه. قلت لك عندك صناعتين، عندك ذهب عندك فضه. الفضه استخدامها محدود، ما بستخدمهاش في حاجات ياما. طب الذهب قلنا يلا بينا، عملت منها الحلي، عملت منها الاواني، عملت منها التوابيت والاقنعه والتيجان. المثال بتاعك تابوت الملك توت عنخ امون، او اقول له برضك القناع بتاع الملك توت عنخ امون. طيب لما جينا الصناعات الخشبيه قلت لك انا ما عنديش اخشاب، فانا بضطر استوردهم استيراد مصر للاخشاب. بستوردهم منين؟ قلت لك من منطقتين او نوعين من الخشب. عندي خشب الارز من بلاد فينيقيا، وعندي خشب الابانوس موجود في النوبه وبلاد بونت. بجيبهم من هنا. طيب حضرتك لما جبت الخشب صنعت منه ايه؟ قلت لك عملنا صناعه سفن، عملنا اساس، عملنا توابيت، عملنا ابواب. وهنا خلي بالي ان صناعه السفن والاساس والابواب ارتبطت بالخشب. لازم يبقى عندك خشب. طب انت الخشب كان عندك يا عم الحاج ولا انت استوردته من بره؟ تقول لي لا انا استوردته من البره. يبقى لو يقول لك ايه من الصناعات التي قامت على استيراد الماده الخام من الخارج، هي الصناعات الخشبيه، لان انا استوردت الماده الخام دي ما كانتش عندي. طيب بعد الخشبيه قلنا عندك القائمه على النبات البردي اللي بصنع منها نبات البردي، ومصر اولى الدول في صناعه الورق. طب حضرتك البردي كنت بتعمل منه ورق بس؟ قال لك لا، كنت بعمل منه المراكب الخفيفه، كنت بعمل منه السلال والحبال والحصر والفروش. طب خلي بالي من حاجه، نبات البردي احنا كنا عارفين اللي هو ورق بس. هل دلوقتي ورق بس؟ قلت له لا، ده دلوقتي بقى عندك مراكب خفيفه، وعرفت اللي عملوا منه السلال، وعرفت ان عملوا منه حبال، وعرفت ان عملوا منه حصر، وعرفت اللي عملوا منه فراش. ايه ده؟ عملنا منه كل دوت؟ قلت له طب ده دليل على ايه؟ قلت له دليل على حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ رقم واحد دليل على مهارة الصانع المصري، ان المصري دوت كان عنده مهارة، بيعرف يعمل حاجات ياما من نفس الحاجة. رقم اتنين احنا لسه واخدينها فوق، قلت لك وصلت لحد الاتقان والاعجاز لان انا ابتديت اعرف اسرار المادة الخام. اذا انا عرفت عامل منه حاجات ياما لان انا عرفت سر نبات البردي. حضرتك لما عرفت سر نبات البردي عرفت تعمل منه كل حاجه، فوصلت للاتقان والاعجاز. يجي بعد كده بعد نبات البردي قلنا الغزل والنسيج. بتجيب الخيوط منك منين؟ قلت لك من 3 حاجات، بجيبها من نبات الكتان، من الاصواف، من الحرير. قلت لك مين اللي بيستخدمها؟ النساء. طب بيبتدوا يعملوا القماش منين؟ قلت لك على حاجتين، المغازل الخشبيه والانوال التي تشبه الانوال الموجوده في الريف حاليا. يبقى اذا الصناعه التي كانت قائمه على النساء هي انه صناعه؟ هتقول لي حضرتك الصناعات الغزل والنسيج هي النساء اللي بتعملها، يبقى ده دور المراه. طيب اخر صناعه
قلنا الجلود دوت فن من فنون الدباغه، بتعرف تعمل دباغه. طب قلت لك بتاخد المنتجات دي بتعمل منها ايه، او الجلود دي بتعمل منها ايه؟ قلنا بنعمله منها الاحذيه، مقاعد، اغطيه الوسائد وارضيات العربيات، وقرب الميه. ايه ده؟ هو الجلود كنت بتجيبها منين؟ تقول لي بجيبها من حيوانات. يبقى الصناعه التي اعتمدت على تربيه الحيوانات حضرتك تقول لي هي صناعه الجلود. يبقى انا كده ده دور الصانع، وعندي الصناعات. يلا بينا دور الدوله اللي احنا خلصناه برضو اهو. انا براجع معاك اللي احنا خلصناه. دور الدوله قلت لك بيخرجوا معادن، يبقى استخراج المعادن. الناس اللي راح تخرج المعادن دي انا المفروض احميها، يبقى توفير الامن والحمايه للبعثات التعليم في الصحراء. قلت لك الناس اللي هتشتغل لازم اديهم حقهم، فبيقول لك ان الملوك كانوا فرحانين وفخورين، الملوك يفتخرون بانهم يعطوا العمال حقوقهم، ما بياكلوش حقهم دوت. قلت لك لما بديهم حقهم يعني انا كده مش بفتري عليهم، مش بشغلهم عندي، يبقى انا بمنع عنهم السخره. قلت لك طب لما بديهم حقهم بديهم فلوس؟ هتقول لي لا، كانت تاخذ حقوقهم على شكل مخصصات عينيه. يعني ايه مخصصات عينيه؟ قلنا يعني شبه الاكل والشرب والهدوم واللبس، بديك حقك كده اللي هو ايه، حاجات تستفيد بيها عشان ما كانش عندي فلوس. ادي عند حضرتك كده خلصت الصناعه. يبقى احنا الحصه اللي فاتت خلصنا الزراعه، النهارده خلصنا الصناعه، فاضل لي حاجه كمان اللي هي التجاره. طيب لو تفتكر كان اول سؤال في الدرس المره اللي فاتت قلت لك ان مصر فيها 3 انشطه، فيها زراعه، فيها صناعه، فيها تجاره. قلت لحضرتك فيها زراعه عشان عندي نهر النيل، قلت لحضرتك فيها صناعه عشان عندي ثروات معدنيه، قلت لحضرتك فيها تجاره بسبب موقعها المتميز. جميل قوي. يبقى انا اول حاجه هاخدها في التجاره ان مصر عندها موقع متميز. فالموقع المتميز دوت والمتوسط جغرافيا خلانا اعمل حاجتين. ايه الحاجتين يا عم الحاج؟ قال لك رقم 1 خلاك تعمل اتصال مع الدول المجاوره، عرفت تتصل مع كل الدول اللي حوالين منك، فبالتالي لما اتصلت بالدول اللي حوالين مني قامت ما بيننا علاقات تجاريه. شكرا. يبقى بسبب الموقع المتميز عملت اتصال مع الدول المجاوره، فبالتالي قامت علاقات تجاريه. ادي اول سؤال عندك في التجاره. يبقى اهو كان لموقع مصر المتميز اثر كبير في التجاره. ليه يا عم الحاج؟ قال لك ساعد في اتصال مصر بالدول المجاوره، فلما اتصلت بالدول اللي جنب مني اقمنا علاقات اقتصاديه وتجاريه معا. ادي اول سؤال مفيهوش اي حاجه، يبقى بسبب الموقع الجغرافي او سبب الموقع المتميز اتصلت مع الدول المجاوره، فبالتالي قامت ما بيننا علاقات تجاريه. جميل الكلام. طيب هتكلمني عن ايه في التجاره؟ اكلمك عن 4 حاجات. التجاره داخليه يعني جوه الدوله، تجاره خارجيه يعني اللي بره الدوله، والنقل او وسائل النقل اللي هو الطريقه اللي كنت بتنقل بيها التجاره، واخر حاجه دور الدوله. يبقى انا التجاره محتاج اتكلم فيها عن 4 حاجات: تجاره داخليه، تجاره خارجيه، وسائل النقل، دور الدوله. تاني: تجاره داخليه، تجاره خارجيه، وسائل النقل، دور الدوله. طيب تعالى ناخده كل واحده في الحاجات اللي قدامي. يلا بينا كده. كلمني عن التجاره الداخليه. عندك تجاره داخليه ولا ما عندكش؟ قال لك عندك، وكانت مزدهره. عندك ازدهار في التجاره الداخليه، عندك نشاط في التجاره الداخليه، كانت متنشطه قوي التجاره الداخليه. ليه؟ قال لك عشان عندنا اسواق. شكرا. بسبب اللي انت عندك اسواق في القرى، فبقى في تعامل بين المدن وبعضها وبعض. يبقى كل مدينه فيها اسواق، الاسواق دول بيتعاملوا مع بعض، فنشطت التجاره الداخليه. ليه؟ عشان عندك اسواق. طيب انت كواحد بتنزل السوق بتدفع فلوس عشان تشتري المنتج؟ قال لك لا، كنا ماشيين بنظام اسمه نظام المقايضه. بديك سلعه واخد منك سلعه، واديك منتج واخد منك منتج، بنبدله مع بعض حاجات، لكن انا معيش فلوس ادفع لك. ده كان اسمه نظام مقايضه. يعني انت مثلا هتديني خبز مقابل ان انا هديك رز، حضرتك مثلا هشتري منك رز مقابل ان انا هديك هدوم، حضرتك هتبيع لي هدوم مقابل ان انا هديك اكل. يبقى دي اسمها نظام مقايضه. يبقى كان عندك نشاط في التجاره الداخليه بسبب اللي انت عندك اسواق. جوه الاسواق كنا ماشيين بنظام المقايضه، بس كان عندنا اخلاق عاليه قوي قوي قوي. فلما كنا بنيجوا نتعاملوا مع بعض في التجاره ديت كنا بنعملوا ايه يا عم الحاج؟ قال لك والله البائع اللي كان بيبيع البضاعه كان بيلتزم بالاحكام واصول التجاره، بيسترشد بالوصايا. يعني ايه بيسترشد بالوصايا؟ بيشوف الناس الكبار قوي او التجار الكبار قوي الحكم اللي بيقولوها والامثال اللي بيقولوها هو بيمشي بيها. فيجي تاجر كبير يقول لك ايه؟ ما تغشش في الميزان، فكل التجار يسمعوا كلامه ومحدش يغش في الميزان. يبقى دي التجاره الداخليه باختصار. تعال بص معايا كده عليها.
يبقى انا لما بكلمك عن التجاره الداخليه قلنا ظهرت التجاره الداخليه او نشطت التجاره الداخليه، يبقى دي نشطت التجاره الداخليه. نشطت ليه يا عم؟ لان حضرتك كان عندك اسواق. طب قلنا احنا جوه الاسواق ديت كنا بنبيع ونشتري ولا كنا ماشيين بنظام؟ قال لك لا، كنا ماشيين بنظام اسمه المقايضه، بس احنا كان عندنا اسس ومبادله في التجاره. ليه؟ كان عندنا امانه وكان عندنا ثقه في التبادل. قلت لك الناس اللي كانت شغاله كانت ماشيه وبتسمع كلام الناس الكبيره، يعني كنا ماشيين عندنا استرشادات بالحكم والوصايه، بنسمعوا كلام الناس الكبيره والامثال اللي كانت موجوده. ادي عندك التجاره الداخليه خلصت. يبقى كانت عندك ازدهار بسبب اللي عندك اسواق، كنا ماشيين بنظام المقايضه، حضرتك كنا ماشيين بالاحكام والامثال، يعني كان عندنا استرشاد بالناس الكبار بتاع الشغلانه ديت. طيب قلنا بعد التجاره الداخليه عندنا التجاره الايه؟ قال لي عندك التجاره الخارجيه. ولما اجي اكلمك عن التجاره الداخليه كده صفي لي ذهنك خالص. اول حاجه في التجاره الداخليه انت تاجرت مع دول زي، قال لك والله من اشهر الدول اللي تاجرنا معاها كان عندنا 4 دول. ايه ال4 دول دولت؟ قال لك فينيقيا وليبيا وبلاد بونت وبلاد النوبه. تاني، يبقى اشهر 4 دول مصر تاجرت معاهم فينيقيا وليبيا وبونت والنوبه. اركن لي بونت والنوبه، هات لي فينيقيا وليبيا. لما تيجي تبص على فينيقيا وليبيا، تعالى كلمني عن فينيقيا. مين هم فينيقيا؟ اللي هي حضاره سوريا ولبنان اللي بقول عليهم الاقليم السوري. طيب اللي هم موجودين على ساحل البحر المتوسط. جميل قوي. عشان يجي لك ملك مصري، الملك دوت اسمه سنفرو. حلو. مين يا عم سنفرو؟ خلي بالك منه، سنفرو ده هو مؤسس الأسرة الرابعة. فقعد يقول لي الأسرة الرابعة الأسرة الرابعة الأسرة الرابعة، ده احنا أخدناها في عصر الدولة. الله ينور عليك، عصر الدولة القديمة، عصر الدولة القديمة. يبقى جميل قوي. يبقى مين سنفرو؟ مؤسس الأسرة الرابعة في عصر الدولة القديمة. طب الراجل ده عمل ايه؟ الراجل دوت تاجر مع بلاد فينيقيا. عمل ايه؟ قال لك انا هروح اشتري من فينيقيا خشب الارز اللي احنا لسه واخدينه. عرفت مصر ما عندهاش اخشاب فبتستورد الخشب من بره، قلت لك خشب الارز منين؟ من فينيقيا. يبقى سنفرو راح لفينيقيا علشان يستورد خشب الارز. ازاي؟ قال لك راح باسطول تجاري مكون من 40 سفينه. يبقى لما بكلمك عن التجاره دلوقتي هقول لك دولتين، فينيقيا وليبيا. فينيقيا على ساحل البحر المتوسط، راح لهم سنفرو عشان يستورد منهم خشب الارز، راح لهم ب40 سفينه تجاريه. مين سنفرو؟ ده مؤسس الاسره الرابعه، يعني موجود في عصر الدوله القديمه. طيب ليبيا حضرتك اخدت منها ايه؟ قال لك والله ليبيا زيوت زيت زيتون. ليبيا زيوت زيت زيتون وماشيه. يبقى ليبيا زيوت زيت زيتون ماشيه. يبقى اللي اخدته من ليبيا ايه؟ ليبيا زيوت زيت زيتون ماشيه. ادي اول دولتين. بس انت بص هنا لما كلمتك بقول لك ايه؟ في الاسره الرابعه عصر الدوله القديمه. يبقى انا هنا بكلمك عن الدوله القديمه. طب خلي بالي من حاجه برضو، فينيقيا في سوريا، يعني في قاره هتقول لي اسيا. طيب ليبيا عندي في قاره تقول لي افريقيا. يبقى انا عملت تجاره مع مين ومع مين؟ قاره اسيا قاره افريقيا. طيب الكلام ده في العصور القديمه. طب شكل التجاره الخارجيه في العصور الحديثه. فاكر العصر الحديث؟ ارادت مصر تكوين امبراطوريه عظيمه، جيش قوي، عايزين نتوسعه. نفس القصه، انت لما حبيت تتوسع عملت تجاره مع جزر البحر المتوسط. يبقى دي العصر الحديث عندك. بص بيقول لك ايه؟ شهدت مصر طفره حضاريه وتجاريه غير مسبوقه. ليه؟ اصبحت مصر امبراطوريه كبيره. قلت لهم انا عارف، ما احنا العصر الدوله الحديثه عصر المجد الحربي، ارادت مصر تكوين جيش قوي. ليه؟ لتكوين امبراطوريه عظيمه. فمصر كونت الامبراطوريه العظيمه بالفعل. لما كونت امبراطوريه كبيره وعظيمه وصلت النشاط التجاري الى جزر البحر المتوسط. جزر البحر المتوسط على سبيل المثال شبه جزيره اسمها كريت، جزيره اسمها صقليه. الجزر دول تابعين لقاره اوروبا. ايه ده؟ ركز بقى. في الدوله القديمه عملت تجاره مع اسيا وافريقيا. في العصر الحديث
وصلت عندي لجزر البحر المتوسط اللي هي اوروبا. يبقى لو قال لك مصر عملت نشاط تجاري مع انه قارات، هقول له الثلاث قارات: افريقيا، اسيا، اوروبا. افريقيا، اسيا، اوروبا. قديما كان مين؟ افريقيا، اسيا. حديثا في العصر الحديث وصلنا اوروبا. جميل قوي. طيب انت كده خلصت لي عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الحديثة. مصر كان نشاطها التجاري الخارجي كان عامل ازاي في العصر المتأخر؟ تقول لي ده مستر انت عبيط؟ ما احنا عارفين ان العصر المتأخر كان كله فترة ضعيفة، من الأسرة ال 21 للأسرة 30 دي فترة ضعف، ازاي عندي تجارة؟ بقول لك ما تنساش ان احنا في فترة الضعف دي كان عندنا شعاع نور وسط الظلام. الأسرة الستة وعشرين التي سميت بعصر النهضة، الناس دي كانت متقدمة. ايه السبب بقى بتاع تقدمهم؟ ان الناس دي عملت تجارة. طب لو تفتكر كده الدرس دوت قلنا في عصر الدولة المتأخرة او العصر المتأخر من الأسرة ال 21 للأسرة ال 30 كانت كلها ضعيفة ما عدا الأسرة ال 26. عصر النهضة مين ملوكها؟ أبسماتيك الأول وابنه الملك نخاوي الثاني. فهنا جاي يكلمك عن نخاوي الثاني، فبيقول لك والله ان في العصر المتأخر الأسرة ال 26 اللي هو عصر النهضة كان عندي ملك اسمه نخاوي الثاني. الملك نخاوي الثاني ده عمل ايه؟ لما تيجي تبص النخاوي الثاني في العصر المتأخر، الراجل ده جه عند قارة افريقيا عايز يعمل استكشافات، يطلع الاستكشافات بتاعته. فبص الراجل ده ابتدى يعمل ايه؟ الراجل ده جالي عند قارة افريقيا، عمل ايه الراجل ده؟ احنا مصر موجودة هنا. الراجل ده راح استعان بالفينيقيين اللي موجودين هنا، الناس بتوع فينيقيا بتوع سوريا ولبنان. قال لهم يا جماعه تعالوا بعد اذنكم انا عايز استكشف قاره افريقيا دي، اشوف فيها الدنيا عامله ازاي. فاستعان بالفينيقيون وامر برحله للدوران حوالين قاره افريقيا. الرحله اللي استعان فيها الملك نخاوي الثاني بالفينيقيون بدات من هنا، من خليج السويس، يعني من البحر الاحمر. يبقى الرحله دي بدات منين؟ من البحر الاحمر. الرحله دي طلعت من البحر الاحمر، فضلت ماشيه حوالين قاره افريقيا عشان ترجع من مضيق موجود في الحته دي اسمه مضيق جبل طارق. فرجعت لي تاني هنا. يبقى انا نخاوي الثاني استعان بالفينيقيون وعمل رحله للدوران حول افريقيا، خرجت من البحر الاحمر اللي هو زمان كان اسمها الاوديسا البحريه. يبقى الحته دي كان اسمها اوديسا البحريه. الرحله دي طلعت لفت حوالين قاره افريقيا، عادت من مضيق هنا اسمه مضيق جبل طارق. الرحله دي قعدت 3 سنوات. يبقى الرحله دي قعدت عند حضرتك 3 سنوات. طيب يبقى تعالى كده، عندي نخاوي الثاني في العصر المتأخر الأسرة ال 26 سميت بعصر النهضة. الراجل دوت استعان بالفينيقيون وعمل رحلة للدوران حوالين افريقيا، خرجت من البحر الاحمر من الاوديسا البحرية، عادت من جبل طارق وعادت محملة بالخيرات. فواحد يجي يسألني هو نخاوي الثاني ليه استعان بالفينيقيون؟ هقول له طبيعي، امهر ناس ركبوا البحر اوقاتها. رقم 1 في الميه، رقم 1 في السفن، فلما نزلوا البحر الموضوع انتهى. يبقى الناس دي كان عندهم بحاره ماهرين، عشان كده نخاوي الثاني استعان بيهم. يبقى تعالى كده لما نيجي نبص بقى النخاوي الثاني بعد ما شفناه قدامنا على الخريطه، يلا بينا يا عم اهو. بص يبقى انا عندي نخاوي الثاني عمل ايه؟ نشطت التجاره الداخليه عن طريق بريا وبحريا. عمل ايه؟ اول محاوله في تاريخ الانسان للدوران حوالين افريقيا. الكلام ده امتى؟ 600 قبل الميلاد. استعان بمين؟ قلنا بالبحارة الفينيقيون. بدأت الرحلة منين؟ من خليج السويس، يعني من البحر الأحمر اللي هي كان اسمها الأوديسا البحرية. قلت لك وعاد عن طريق جبل طارق. الرحلة دي فضلت قد إيه؟ قلنا استمرت 3 سنوات وجاءت محملة بالخيرات. فلما يجي يسألك في العصر المتأخر الرحلة دي إيه؟ أقول له رحلة استكشافية، كان خارج يستكشف. اكتشف اسواق جديده، عرف منتجات جديده، عرف حاجات ياما. استعان بمين؟ استعان بالفينيقيون. يبقى انا لما كلمتك عن التجاره الخارجيه كلمتك فيها عن 3 حاجات. اشهر دولتين فينيقيا وليبيا، قلت لك كانوا عصر قديم. طب في العصر الحديث وصلت لجزر البحر المتوسط،
طب في العصر المتاخر النخاوي الثاني رحله للدوران حوالين افريقيا استمرت 3 سنوات. ولما بقول لحضرتك رحله للدوران حوالين افريقيا فاحنا عارفين ان في طريق تجاري كلنا عارفينه بيلف حوالين افريقيا اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. مين اللي اكتشفه؟ البرتغاليون. فيقول لك ايه؟ هو اول ناس لفوا حوالين افريقيا هم البرتغاليون. اقول له غلط، ده نخاوي الثاني اول من قام بالدوران حوالين افريقيا. بص قال لك ايه؟ اول محاوله في تاريخ الانسان. يبقى نخاوي الثاني سبق البرتغاليون في اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. احنا الاول. ادي عندك التجاره الخارجيه. يبقى انا عرفت انت عندك تجاره بسبب الموقع، فاتصلت مع الدول المجاوره، عملت معاهم علاقات تجاريه. تجاره داخليه، نشطت التجاره الداخليه عشان عندك اسواق ماشيه بنظام اسمه نظام المقايضه، وعرفنا اللي احنا بنمتثله للامثال والحكم الشعبيه او اللي هم بتوع الاسترشاد والحكام عندنا. قلت لك التجاره الخارجيه اتكلمنا فيها عن 3. العصر القديم قلت لك فينيقيا وليبيا. العصر الحديث جزر البحر المتوسط. قلت لك في العصر المتاخر عصر النهضه نخاوي الثاني الاسره ال26. طيب يلا بينا ثالث حاجه في التجاره. كان بيكلمني عن وسائل النقل. بسيطه قوي. وسائل النقل عندك نقل بري، بحري، نهري. عندك نقل في النهر عبر نهر النيل، في البحر وفي البر. يبقى نهري، بحري، بري. نهري، بحري، بري. لما تيجي تبص للنهري هو نهر النيل اللي هو موجود عندنا. ده كان عباره عن ايه؟ قال لك مراكب. مركب جايه من الجنوب رايحه للشمال، او مركب جايه من الشمال راح نازله الجنوب. يبقى انا عندي اهو النهري عن خلال المراكب تنقل ايه؟ للشمال للجنوب والعكس. جميل قوي. طيب بعد ما خلصت النهري عندك البحري بقى. البحر ما بيحتاجش مركب، البحر بيحتاج سفينه كبيره. يبقى في فرق بين المركب وبين السفينه. مراكب يبقى نهر، سفن كبيره يبقى بحر. ليه؟ عشان السفن دي كانت بتشيل المنتجات، بتعمل بضايع من دوله لدوله، فهي اللي كانت بتعمل بين الدول تواصل حضاري، طالعه من دوله رايحه لدوله ثانيه. يبقى السفن الكبيره تجوب البحار لتنقل البضائع وتحقق التواصل الحضاري. يبقى نهري، بحري، بري. النهري مراكب في نهر النيل من الجنوب للشمال او من الشمال للجنوب. قلت لك البحري قلت لك دي عباره عن سفن كبيره بتنقل البضائع من دوله لدوله، عشان كده بتعمل لي تواصل حضاري. البري في منه حاجتين. اول حاجه في البري كان بيجيب لك بتاع في الارض مربعه كده، بيحط عليها الصخر وفي الاخر يربطوها في طور او في بقره ويقول لهم شدوا. يبقى ده اسمه نقل دواب. نقل الايه؟ الدواب عن طريق زحافات وسيران. ادي اول نوع من انواع النقل البري. يبقى نقل الدواب، زحافات بيحطوها في سيران عشان تنقل الاحجار. تاني حاجه قال لك عرفنا حاجه اسمها عربيه نربطه فيها حصان بقى اللي هو الكارو بتاعنا. مين كان اسرع؟ اللي بينقلوا البقره والطور ولا اللي بينقلوا الخيول؟ تقول لي لا، اللي بينقلوا الخيول. يبقى ديت العربات اللي بيجرها خيول ديت هي اسرع. طيب اتعرفت امتى؟ قال لك اتعرفت في العصر الحديث. يبقى هي اسرع واتعرفت في العصر الحديث. يبقى دي عندك النقل، نقل نهري وبحري وبري. النهري مراكب من الجنوب للشمال او العكس. البحري سفن كبيره بتنقل البضائع من دوله لدوله فبتعمل تواصل حضاري. قلت لك نقل الخيول، عربات يجرها خيول، دي اتعرفت في العصر الحديث ودي اسرع من النقل الثاني. يبقى انت كده عندك وسيله واحده بنقل بيها ولا كذا وسيله؟ قال لك عندك كذا وسيله. فبسبب ان انت تعددت عندك وسائل النقل فبقى عندك نشاط في التجاره الداخليه. بص، ادى ذلك تعدد وسائل النقل البري والبحري في مصر الى ازدهار التجاره الداخليه والخارجيه. ادي عندك النقل. يبقى عرفت التجاره الداخليه، عرفت التجاره الخارجيه، عرفت النقل والمواصلات. يجي عندك في التجاره اخر حاجه هو دور الدوله. تعال كلمني، الدوله عملت عن التجاره او عملت ايه في التجاره؟ مبدئيا انا عشان تاجر تبقى نفسيتي مرتاحه واعرف اتاجر لازم يبقى عندي امن وامان. فالدوله عشان تحسس الناس اللي هم عندهم امن وامان قامت بتحصين الحدود، حصنت الحدود بتاعتها. طب انت حصنت الحدود بتاعتك ليه؟ قال لك لتامين وتسهيل التجاره الخارجيه، عشان تعرف كده حدودك كده، اللي عايز يعرف يطلع يطلع واللي عايز يخش لي يخش لي، يبقى حدودي امنه. يبقى واحد، عملنا تحصينات على الحدود. ليه يا عم؟ لتامين التجاره الخارجيه. محتاج ناس تشرف على التجاره. فاكر الزراعه الحصه اللي فاتت
لما قلت لك الدوله حبت تشرف على الزراعه فعملت 4 ادارات. اداره كان اسمها مسح الاراضي، واداره الري، واداره المحليه اللي في الحكومات الاقليميه، واداره الزراعه. كذلك في التجاره، عايزه تشرف على التجاره فعملت ادارات. اداره اسمها الجمارك والتجاره الخارجيه، واداره تانية اسمها اداره القوافل التجاريه. يبقى عملت ادارتين، اداره الجمارك والتجاره الخارجيه، واداره تانية اسمها القوافل التجاريه. من اسمهم خلي بالك باينين، جمارك وتجاره خارجيه، يبقى ده بيختص بالايه؟ التجاره الخارجيه. 2 القوافل التجاريه اللي هي كانت بتطلع من مدينه تروح لمدينه تانية، قافله ماشيه. يبقى انا رقم 1 عملت لهم تحصينات. ليه؟ عشان اعمل امن وامان وتجاره خارجيه. 2 عملت لهم ادارات عشان اشرف عليهم. والدولة بص وضعت قوانين، وضعت عواقب او عقوبات. يبقى بص وضعت قوانين، وضع عقوبات. وضعت قوانين عشان تحكم الاسواق. لو حد غش هحبسه، دي عقوبة. وخلي بالكم لازم طول ما انت في السوق تعمل 1 2 3 4. يبقى انا بحط لك قوانين. يبقى انا حطيت لك قوانين، حطيت لك عقوبات. القوانين قلت لك حطيتها لضبط الاسواق وحمايه المعاملات التجاريه عشان اعرف اظبط السوق واعرف اظبط المعاملات بين الناس ومحدش يغش ومحدش يعمل حاجه. حطيت عقوبات صارمه عند الغش، انت لو غشيت مش هسيبك. يبقى حطيت قوانين وحطيت عقوبات. يبقى انا 1 بنيت تحصينات، بنينا تحصينات، عملنا ادارات. يبقى بنينا تحصينات، عملنا ادارات، حطينا قوانين، حطينا عقوبات. جميل. ركز معايا بقى. عملوا مشروعات عشان تنمي التجاره دي. ايه المشروعات يا عم اللي عملوها اللي ساهمت في النشاط التجاري؟ قال لك من اشهر الناس اللي عملت المشروعات دي هو الملك سنوسرت الثالث. عمل لي حاجتين الاتنين اهم من بعض. اول حاجه لو تفتكر كده لما كنا بناخده في الوحده الاولى الحدود بتاعت مصر، عرفنا ان احنا في حدودنا الجنوبيه في حاجه اسمها الجندل. ايه الجندل ده؟ قلنا عندنا نهر النيل، ففي النص كتله صخريه ضخمه تعيق الملاحه. دي كانت بتحميني من الجنوب، بس في نفس الوقت بتعيقني في الملاحه، ما بعرفش اطلع واجيب المراكب. فالراجل اللي اسمه سنوسرت الثالث ده قام جاي عامل ايه؟ حفر قناه في الجندل الاول، راح كسر الصخور دي وعمل لي قناه. يبقى الراجل ده فتح لي التجاره. يبقى اول حاجه سنوسرت الثالث عملها حفر قناه في صخور الجندل الاول. فين بالظبط؟ قال لك عند محافظه اسوان. ليه؟ لتسهيل حركه السفن والتجاره مع بلاد النوبه اللي هم موجودين تحت مننا في شمال السودان. يبقى اول حاجه سنوسرت عملها عمل ايه؟ سنوسرت دوت حفر قناه في الجندل الاول. ليه؟ لتسهيل التجاره مع بلاد بونت. طب 2 الراجل ده عمل ايه؟ قال لك عمل قناه اسمها قناه سيزوستريس. ايه قناه سيزوستريس دي يا عم؟ قال لك ربط فيها البحر الاحمر بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل. قلت له مش فاهمك يعني الراجل ده برضه عمل ايه؟ لما تيجي تبص كده على الخريطه اللي احنا كنا شغالين عليها، لما نيجي نرسمه خريطه مصر ببساطه كده، كان عندك بحر احمر، وكان عندك هنا نهر النيل، وكان عندك فوق البحر المتوسط. الراجل ده كل اللي عمله قام جه عامل ايه؟ جه عند البحر الاحمر وعمل قناه كده، هي دي قناه سيزوستريس، وصل البحر الاحمر بنهر النيل. فانت بتطلع بالمركب من البحر الاحمر تمشي تروح نهر النيل، وتكمل بمركب تانية تطلع عندك في البحر المتوسط. يبقى انا ربطت البحر الاحمر بالبحر المتوسط عن طريق نهر النيل، دي اسمها قناه سيزوستريس. يبقى قناه سيزوستريس ربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط عبر نهر النيل. ليه يا عم الراجل ده عمل كده؟ قال لك والله سنوسرت ده عمل كده عشان التجاره اللي بتيجي من بلاد بونت، يعني من بلاد الصومال، بتطلع من البحر الاحمر، فعايزه تمشي كده وتطلع لجزر البحر المتوسط، عايزه توصل للجزر اللي موجوده عند حضرتك. يبقى عملها لتسهيل التجاره بين بلاد بونت وبين جزر البحر المتوسط اللي هي موجوده عند حضرتك فوق. يبقى تعالى كده معانا اهو، تعالى معانا اهو نبص عليها. يلا بينا اهو. حفر قناه سيزوستريس تربط بين البحر المتوسط والاحمر عن طريق نهر النيل. ليه؟ لتسهيل التجاره. مين؟ قال لك بلاد بونت وجزر البحر المتوسط شبه جزيره كريت وجزيره قبرص. جميل الكلام. يبقى سنوسرت الثالث عمل حاجتين: حفر قناه في صخور الجندل الاول. ليه يا عم؟ عشان يزود النشاط التجاري مع بلاد النوبه. 2 عمل قناه اسمها سيزوستريس تربط بين البحرين الاحمر والمتوسط عن طريق نهر النيل. ايه ده؟ تربط بين الاحمر والمتوسط. دي تشابهت مع قناه اسمها قناه
السويس، يبقى تشابهت مع قناه السويس. بس الفرق في ايه؟ الفرق ان سيسوستريس ربطت البحر الاحمر بالمتوسط عن طريق نهر النيل. يعني لازم اطلع من الاحمر اخش نهر النيل بعد كده اطلع للبحر المتوسط، يبقى ده ربط بطريقه غير مباشره. غير مباشره، بتطلع عشان من الاحمر للمتوسط لازم تخش نهر النيل، في وسيط في النص. لكن قناه السويس بتطلعك من الاحمر على المتوسط، يبقى ربط بطريقه مباشره. في اختلاف تاني، في اختلاف تاني. قناه السويس طلعتك من الاحمر على المتوسط، مسافتك صغيره. لكن هنا طلعت من البحر الاحمر، مشيت عشان اخش نهر النيل، وطلعت من نهر النيل عشان اخش البحر المتوسط، يبقى المسافه طويله. يبقى برضو عندهم فرق في المسافه. يبقى الفرق عندي في حاجتين: واحد الربط مباشر غير مباشر، اتنين المسافه، واحد مسافته قصيره واحد مسافته طويله. ادي عند حضرتك الاتنين. وخلي بالك مين سونوسيرت ده؟ افتكر كده لما تيجي تبص العصور، اخدنا سونوسيرت ده كان موجود في انه عصر؟ في عصر الدولة الوسطى. الله ينور عليك، عصر الدولة الوسطى. طيب الدولة الوسطى دي كانت أسرة كام وكام؟ أسرة 11 و12. سونوسيرت كان في الكام؟ قال لك في الأسرة ال 12. جميل قوي، يبقى سونوسيرت الثالث في عصور الدولة الوسطى في الأسرة ال 12. حلو، يبقى الراجل ده حل لي الأزمة بتاعت الجندل. طب الأزمة بتاعت الجندل كده اتحلت امتى؟ اتحلت في العصور الوسطى. إذا كان هنا عندي إعاقة او عقوبات موجوده في النص ما بتخلينيش اعرف اعدي في العصر العتيق وعصر الدوله القديمه وعصر الانتقال الاول. يبقى عصر الدوله العتيقه وعصر الدوله القديمه وعصر الانتقال الاول، الثلاثه دول كان فيهم عوائق. مين اللي ازالها؟ سونوسيرت الثالث في عصر الدوله الوسطى. اذا اي حاجه قبل عصر الدوله الوسطى كان فيها عوائق. ادي عند حضرتك دور الدوله. يتفضل عند حضرتك اخر حاجه في الدرس وفي التجاره، هو البلاد اللي احنا كنا بنتاجروا معاهم. قلت لك كنا بنتاجروا مع فينيقيا، مع ليبيا، مع بونت، مع النوبه. وخلصت لك فينيقيا وخلصت لك ليبيا. طيب مين هم بونت والنوبه؟ النوبه علمهم كده اللي هم قاعدين عندي في مصر تحت. يعني فين؟ يعني في شمال دوله السودان. يبقى بلاد النوبه هم شمال دوله السودان، دي بلاد النوبه. طب بلاد بونت؟ قال لك هم الصومال. يبقى النوبه شمال السودان، بونت اللي هم الصومال. طيب تعالى كلمني عن بلاد النوبه اللي هم في شمال السودان. مبدئيا كده بستورد منهم وبصدر لهم، بستورد وبصدر، بس هم في شمال السودان تحت مني. فانا كنت هنا بتبع الطرق البريه، بروح لهم عن طريق البر. جميل قوي. يبقى انا دول بروح لهم عن طريق الايه؟ بروح لهم عن طريق البر. بتستورد منهم ايه وبتصدر لهم ايه؟ قال لك والله بالنسبه للحاجات اللي بنستوردوها منهم، بنستخدموا منهم خشب الابانوس اللي انا قلت لك عليه. يبقى واحد عندي خشب الابانوس، بص 2 بحرف العين، عاج عطور، يبقى خشب الابانوس عاج عطور. ذهب بخور، يبقى ابانوس عاج عطور ذهب بخور. ادوات تحنيط كروم وزيوت، يبقى دي الحاجات اللي احنا بنستوردوها منهم. بنستوردوا منهم ايه؟ خشب الابانوس، وعندي العاج وعندي العطور وعندي الذهب وعندي البخور. ايه تاني؟ قال لك ادوات تحنيط وكروم وزيوت. طيب اخلي بالي من حاجه، ان البخور ده ليه طابع روحي مرتبط بالروح. ادوات التحنيط عشان يسالك فيها، ادوات التحنيط كنت بجيبها عندنا من نوبه، يعني من شمال دوله السودان. طيب عشان ما نتلخبطوش ونسهلوا على نفسنا، نفس الحاجه اللي كنت بستوردها من نوبه هي اللي كنت بجيبها من بونت. بص قال لك ايه؟ كنت بجيب ايه من بونت يا عم؟ الحاجات اللي لسه واخدينها برضو: اخشاب الابانوس، العاج، البخور والعطور. زود عليهم حاجتين: محاصيل نادره، حيوانات نادره. محاصيل نادره، حيوانات نادره. شبه ايه الحيوانات؟ زراف، قرود، فهود. يبقى نفس الحاجه اللي هنا هي الحاجه اللي هنا. اللي بتجيبه من هنا هو اللي بتجيبه من هنا. يبقى الحاجه اللي بجيبها من هنا هي اللي بجيبها من هنا. طيب تعال نشوفوا كده كنا بنصدروا لهم ايه. قال لك والله الناس بتوع بلاد النوبه دول كنا بنصدروا لهم ايه؟ ركز في الحاجتين دول. بنصدروا حبوب، بنصدروا كتان. حبوب يعني اكل، والكتان اللي انا بصنع منه المنسوجات. فانت طالما قلت لي حبوب يبقى الاكل ده هتاخده تحطه في طبق. بصدر حبوب وبصدر اواني، يبقى حبوب اواني.
بتصدر كتان، بعمل منه المنسوجات، يبقى كتان ومنسوجات، علمهم كده. حبوب اواني، كتان، منسوجات، زود عليهم اسلحه. حبوب اواني، حبوب اواني، كتان، منسوجات، اسلحه. يبقى انت بالعربي بتصدر لهم اكل، بتصدر لهم هدوم. لذلك الناس بتوع النوبه دول اتاثروا بشكل الاقمشه المصريه والصناعات بتاعت الاقمشه والمنسوجات المصريه، فابتدوا يقلدوني، فابتدوا يستخدموا الخرز في التطريز، بقوا يعملوا منه الاشكال. يبقى هو تاثرت المنتجات النوبيه ببعض الصناعات المصريه، زي انه صناعه قال لك شبه صناعه الاقمشه، فابتدوا يستخدموا الخرز في زخرفه الملابس وغيرها. شكرا. طيب يجي يقول لك ايه بقى؟ قام ملوك الاسره السادسه، اللي هي الاسره السادسه، اللي هي اخر اسره في العصر القديم، كان عندهم موظف كبير قوي ورحاله مهمه قوي اسمه حر خوف، اسمه حر خوف، بعتوه للجنوب عندهم عشان يستكشف الاماكن ديت. شكرا. يبقى في الاسره السادسه عملت بعثات تجاريه الى مناطق النوبه يرقصها احد كبار الموظفين اللي هو اسمه حرخوف، فالراجل ده راح عندهم. ليه؟ لان ده من اعظم الرحاله في الدوله القديمه. يبقى تعالى كده اقول لك بلاد النوبه على بعض. بلاد النوبه اللي هي شمال السودان، كنت بروح لهم عن طريق البر. جبت منهم ايه؟ جبت منهم خشب الابانوس، جبت منهم 2 بحرف العين، عاج عطور، ذهب بخور، ادوات تحنيط، كروم وزيوت. ايه ده بقى؟ زيوت. قلت له زيوت. ليبيا. مش قلت لك بجيب من ليبيا زيوت زي زيت الزيتون؟ ليبيا دي بالنسبه لمصر فين؟ قلنا شمال، جنوب، شرق، غرب. يبقى ليبيا دي موجوده غرب مصر. ليبيا غرب مصر، وبلاد النوبه جنوب مصر. في غرب مصر في ليبيا بجيب منهم زيت، والنوبه في جنوب مصر بجيب منهم زيت. يبقى مصر كانت تستورد الزيوت من الجهه الغربيه والجهه الجنوبيه، اوعى تنساها. يبقى مصر كانت تستورد الزيوت من الجهه الغربيه والجهه الجنوبيه اللي هم ليبيا وبلاد النوبه. شكرا. صدرت لهم ايه؟ حبوب اواني، كتان، منسوجات، اسلحه، فتاثروا بالصناعه بتاعتي شبه الاقمشه، فاستخدموا الخرز في التطريز. طيب اخر حاجه اللي احنا ارسلنا لهم بعثات استكشافيه بقياده مين؟ موظف كبير اسمه حرخوف. طيب تعالى كلمني عن بلاد بونت اللي هي الصومال. انا قلت لك الحاجات اللي بجيبها من عندهم وانا بقول لك دول. قلت لك جبت من عندهم خشب الابانوس والعج والعطور والبخور، زودت عليهم محاصيل زراعيه نادره، حيوانات نادره شبه الزرافه والقرد والفهد. طيب مين اللي كان بيروح يجيب من عندهم اصلا؟ قال لك والله ان البلاد ديت اللي هي بلاد بونت، اشهر واحده اتعاملت معاهم هي الملكه بتاعتنا اللي اسمها حتشبسوت. وصلت المرحله بتاعتها اللي احنا كان عندنا بص تجاره ملهاش حل مع الناس دي. صحوه العلاقات ما بيننا احنا الاثنين كانت في فتره حتشبسوت. يعني ايه صحوه العلاقات؟ يعني كنا بنعمل تجاره جامده قوي مع الناس دي. فبص بيقول لك ايه؟ بلغت العلاقه المصريه مع القاره الافريقيه ذروتها، يعني صحوتها، يعني حاجه عاليه قوي. عندما قامت الملكه حتشبسوت ببعثه، راحت لهم ببعثه عشان تجيب منهم تجاره وتودي لهم تجاره. البعثه اللي راحت لهم دي كانت مكونه من 5 سفن. يبقى حتشبسوت راحت لبلاد بونت ببعثه مكونه من 5 سفن. طب احنا يا مصريين دلوقتي عرفنا اللي هي راحت لهم ب5 سفن منين؟ قال لك ما حتشبسوت دي كانت عامله معبد اسمه الدير البحري، فلقينا ان ال5 سفن بالرحله موثقه على جدران المعبد، يعني مكتوبه. فاحنا لما قريناها عرفنا اللي هي راحت لهم. يبقى هي حتشبسوت ارسلت بعثه مكونه من 5 سفن كبرى. بيظهر تصورها فين؟ يعني شكلها فين؟ على جدران معبد الدير البحري. شكرا. بتاع الملكه حتشبسوت. يبقى احنا كده النهارده اتكلمنا عن ايه لو نفتكر؟ قلنا الدرس دوت كان حياه اقتصاديه، 3 انشطه: زراعه، صناعه، تجاره. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الزراعه، النهارده اتكلمنا عن الصناعه والتجاره. الصناعه اتكلمنا فيها عن 3 حاجات لو تفتكر: صانع، صناعات، دور دوله. التجاره اتكلمنا فيها عن ايه؟ اتكلمنا فيها عن 4 حاجات: تجاره داخليه، تجاره خارجيه، وسائل النقل، ودور الدوله. وبكده يبقى خلصنا تاني درس عند حضرتك في الوحده الثانيه، هي الحياه الاقتصاديه. يا رب تبقى استفدت، ويا رب يا رب يا رب تبقى فهمت كل حاجه بالتفصيل، عرفت تحل عليها، عرفت تطبق عليها. ناقصك اي حاجه يا ريت تكلمني في الكومنتات، تواصل معايا على رقم الواتساب موجود عند حضرتك، واشوف وشكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي.